فكرة إنه حد يحبني دي أصلًا مش موجودة بنشوفها كتير مع العُملا. فكرة هو أنا ممكن أتحب وأنا ممكن حد يحبني، أو يحبوني على إيه؟ ما أنا مش باعمل حاجة، أو أنا ناس بيحبوني عشان اللي أنا باعمله، أنا باعمل إنجازات، لو بطّلت أعمل الحاجة دي الناس تبطّل تحبني. فالحب اللي بييجي من برّايا أنا مش باعرف أستقبله، لإنه ده عشان أعرف أستقبله كان محتاج يكون الsoftware بتاعي فيه حتّة اسمها إيه، إني أتحب. وده اللي بيخلّي الشخص يكبر زمنيًا، يكبر على المستوى الزمني، ولكن وجدانيًا بيكون شخص رضيع. الرضيع وجدانيًا تلاقيه شخص سهل إنه يخاف، سهل إنه يقلق، سهل إنه يصاب بالاكتئاب. بيحتاج دايمًا حاجة برّاه تطبطب عليه وتحسسه بالأمان. هو بياخد استقراره الداخلي من أمور خارجية، ما هو الانطباع مش موجود جواه، إحساسه بالأمان مش موجود جواه، فبيلجأ إلى أمور خارجية تعمل له إيه، تطبطب عليه، تحسسه بالأمان. فتلاقي الشخص الرضيع وجدانيًا عشان يحس بالأمان من جواه تلاقيه يروح ناحية السلوكيات الإدمانية. هتلاقيه مثلًا ممكن يدمن عمل أو إدمان إنجاز، بيشوف قيمته في الإنجاز، طول ما أنا بانجز طول ما أنا تمام. أو بيخش في علاقات كتيرة، بيدمن علاقات، والهدف من العلاقات دي إن الناس تكون راضية عنه، فبيكون عنده إرضاء الناس بالنسبة له حاجة هي اللي بتشعره بالأمان. فكرة إنه محتاج حاجة برايا عشان أحس بالأمان الداخلي، ده بيقول إني شخص عاجز ومش عارف أساعد نفسي. الشخص اللي عنده هذا الانطباع بيبقى مطمن من جواه، لأن الأمور الخارجية متغيرة. لأن لو أنا من جوايا مش مطمن، مهما اللي حواليا يطمنوني أنا برضو عندي عدم شعور بالأمان.